من أكبر المشاكل اللي بتواجه ملاك العربيات الحديثة هو تلف علبة البيئة، وتحديداً في العربيات اللي مواتيرها بتشتغل بنظام الحقن المباشر أو الGDI زي مواتير الكيا والهيونداي. في الفيديو ده هنتكلم عن أكتر الأسباب اللي بتبوظ الكاتاليتيك كونفرتر أو مجازاً كده علبة البيئة. سريعاً كده هنتكلم عن وظيفة علبة البيئة. علبة البيئة هي جزء من منظومة العادم بتاعة العربية اللي بتعالج العوادم اللي خارجة وتحولها من غازات ضارة جدا لغازات أقل ضرر، زي إنها بتحول أول أكسيد الكربون الضار جدا لثاني أكسيد الكربون اللي هو أقل ضرر منه. وبما إن علبة البيئة هي جزء من منظومة العادم اللي هو ناتج من عملية الاحتراق جوه الموتور، فأي اختلال في منظومة حريق البنزين جوه الموتور هيعمل اختلال في العادم اللي خارج ده، وهيبوظ علبة البيئة أو هيقلل من عمرها الافتراضي، أو حتى هيعمل فيها سدد جزئي يخليها تسخن زيادة ويأثر على عمرها بعدين. منظومة الحريق جوه موتور العربية مرتبطة ب3 بنود: الهواء والبنزين والزيت. أولاً الهواء، وده أنت بتحافظ عليه بإن فلتر الهواء بتاع الموتور بتاعك دايماً نظيف وبتغيره باستمرار في ميعاده عشان ما يدخلش هواء فيه شوائب ما تتحرقش وتخرج مع العادم فتسبب سدد في علبة البيئة. وطبعاً حساس الاير ماس، وده اللي بيقيس كمية الهواء اللي داخلة للموتور، فلو في مشكلة أكيد هيعمل مشكلة في دورة الحريق. ثانياً البنزين، ودي مش محتاجة كلام، تستخدم بنزين من بنزينة نظيفة تكون انت وغيرك مجربينها على طول وعارفين ان بنزينها ما فيهوش مشكلة، وتتجنب على قد ما تقدر الاضافات الزيادة اللي بتتحط على البنزين. وما اقصدش بالاضافات دي الايثانول، انا اقصد الاضافات اللي بتتحط عليه عشان ترفع من درجة الاوكتان بتاعته او عشان تنظف دورة البنزين. انا مش بقولك ما تستخدمهاش، بس تقلل استخدامها عند الضرورة، او على الاقل مرة كل 30 او 40 الف كيلو بالكتير، لان المواد الفعالة اللي موجودة فيها بيبقى فيها معادن تقيلة ما بتتحرقش وبتخرج مع العادم وبتسبب سدد في علبة البيئة. وده علشان علبة البيئة مش مصممة ان هي اصلا تتعامل مع المواد دي، وكمان لو بتستخدم بوجيهات مش متوافقة مع الموتور بتاع عربيتك فاكيد الاحتراق بتاع البنزين مش هيكون مظبوط، وبالتالي هيعمل خلل في دورة الحريق وممكن بنزين زيادة يخرج مع العادم ويبوظ علبة البيئة. تالت حاجة بقى وده الأهم، الزيت، وده اللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، بإنك لازم تستخدم زيت مواصفته ماشية مع مواصفة العربية. وهنا ما اقصدش اللزوجة بس، اقصد مواصفة الزيت نفسه، زي مثلا ان في عربيات بتبقى جاية من اوروبا ومنظومة العادم فيها متوافقة مع مواصفة اليورو 5 او اليورو 6، فدي لازم تستخدم لها زيوت معينة اسمها لو ساب. الزيوت دي الاضافات فيها بتبقى اقل، وبالتالي الانبعاثات اللي هتخرج منها مع العوادم هتبقى اقل، بالبلدي كده البخر بتاعها قليل. فلو انت حطيت زيت مختلف او مواصفته مختلفه والاضافات اللي موجوده فيه ازيد من الطبيعي، يعني ازيد من اللي العربيه متصممه ليه، فالمواد دي هتخرج مع العادم وهتترسب في علبه البيئه وهتسبب فيها سدد ومع الوقت هتبوظ. وعشان كده اغلب التوكيلات دلوقتي في العربيات الحديثه بيغير الزيت كل 6 شهور او 10000 كيلو. طب ليه 6 شهور؟ لان الزيوت دي الاضافات اللي موجوده عليها قليله، فبعد 6 شهور كفاءتها بتقل ولازم تستبدلها بزيت جديد حتى لو انت ما مشيتش على الزيت ده خالص. وغالبا السبب الاخير ده بيبقى اكتر سبب بيبوظ علبه البيئه وانت مش عارف، لان كل المعلومات اللي عندك عن الزيت انك تستخدم زيت لزوجته مناسبه، بس للاسف عربيتك حديثه ومتوافقه مع اليورو 5 او اليورو 6 ولازم تستخدم لها زيت معين بلزوجه معينه ومواصفه معينه، فمع الوقت علبة البيئة أو حساس الشكمان بيبوظوا وتظهر لك علامة التشيك انجن وترجع تلوم البنزين وتقول إن إحنا بنحط بنزين وحش. هو أنا مش بنكر دور البنزين في الموضوع، بس لازم تبقى واخد بالك من موضوع الزيت ده تحديدا. لو عايزين نتكلم أكتر عن موضوع الزيوت ده تحديدا والمواصفات بتاعتها وتصنيف منظمة مصنعين السيارات الأوروبية ليه وإزاي نستخدم مواصفات الزيوت المناسبة لعربياتنا، سواء بقى لو كانت يورو 3 أو يورو 4 أو يورو 5 أو حتى يورو 6، اكتبولي في الكومنتات وأنا هعمل لكم فيديو مفصل عنها.